كنكر على العيد الكبير ويا ربي ما يبقاش. هاد الجمله ما قالتهاش مرا عيانه ولا راجل عنده مشاكل، قالتها طفله صغيره المفروض انها كتسنى العيد بالفرحه والعد التنازلي، ولكن هي كل ما قرب العيد كيطلع ليها الخوف، حيت في بالها العيد ماشي ضحك ولا لمه. العيد عندها يعني توتر، صياح، خصام وايام صعاب بين امها وباها. والمؤلم اكثر انها الطفله ماشي هي الاولى. كاين اطفال بزاف كيدخلوا لدارهم كل نهار بحال شي حارس انذار، كيشوفوا الوجوه وكيقراو النبرات وكيبقاو متسائلين، واش الجو مزيان اليوم ولا غدا توقع شي مشكل، واش بابا هاني، واش ماما مقلقه. حيت تعلموا من صغرهم ان اي لحظه هدوء تقدر تحول لاعصار. ومن الناحيه النفسيه ملي الطفل يكبر في جو فيه توتر مستمر كيولي ديما مترقب، ديما حذر وديما مستعد للأسوأ، والنتيجه كيضيع عليه الاحساس بالامان اللي خاص اي طفل يعيش به. لهذا في العيد ماشي غير الحول اللي مهم، وماشي غير الحلوى واللبسه الجديده، الاهم هو الجو اللي غادي تربى فيه ولدك. حاول قد ما تقدر تخلي العيد ذكرى زوينه في قلبه، خليه يتفكر الضحك، التكبير ولمه العائله، ماشي الصداع والدموع. حيت بعد سنوات يمكن ينسى شنو شريتي ليه، ولكن مستحيل ينسى كيفاش حس نهار العيد.